السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء السلام الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة وفي احسن حال. النهاردة بإذن الله رجعت لكم بفيديو جديد سهل جدا وجميل زي ما تعودنا مع بعض. لكن قبل ما نبتدي ما تنسيش تفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسيش تحطي اللايك للفيديو بتاعنا لو عجبك. هنعمل ايه؟ هنعمل بإذن الله تفريز القلقاس. لكن قبل ما نبتدي بقى مش هننسى نقول طبعا اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وكمان مش هننسى نقول كل سنة وانتوا طيبين. الحمد لله شهر رجب بدأ على خير يا رب كده بإذن الله، ويا رب يبلغنا شعبان ورمضان بإذن الله واحنا في أحسن حال، ويرفع عننا الوباء والبلاء في العالم أجمع. وبحب جدا أشكركم طبعا على كلامكم الجميل في التعليقات ودعمكم ليا، بشكركم جدا بجد. وبتمنى اي حاجة اعملها تكون بتعجبكم، واي حاجة انتوا عاوزينها اكتبوا لي بس في التعليقات وباذن الله انا هعملها لكم. الطلب مني طبعا تفريز القلقاس، بس كده كده طبعا انا يعني بدأت معاكم سلسلة التفريزات. فعملنا مع بعض البسلة السادة والبسلة بالجزر. الفيديو بسم الله ما شاء الله طالع معايا تحفة بجد بتاع البسلة، وانا راضية عنه تماما. فالنهاردة بإذن الله قلت يلا بينا نفرز مع بعض القلقاس، ولسه بإذن الله هنفرز الكرنب والسبانخ مش هننساهم طبعا. وكمان هنفرز بإذن الله الفواكه وعصير البرتقال بقى وكل الحاجات الجميلة بتاعة رمضان. كلنا عارفين اليومين دول بسم الله ما شاء الله أسعار الخضار جميلة جدا. هاتي طماطم واعملي صلصة. أنا نزلت لكم قبل كده تسبيك الطماطم أو تسبيك الصلصة على الفيديو في القناة، تقدري تدوري عليه وتجيبيه، أو ممكن أنزله لكم في صندوق الوصف لو تحبوا. تمام. وطبعا هنكمل بقى بقية التفريزات كلها ان شاء الله عشان في رمضان تكون كل حاجة عندك جاهزة بإذن الله. طيب احنا النهاردة عملنا ايه؟ اشترينا القلقاس بتاعنا الجميل. طبعا انا عملت معاكم قبل كده فيديو طبخت فيه معاكم القلقاس بالسلق والخضرة، ووعدتكم قلت لكم باذن الله لسه هنزل لكم فيديو تاني القلقاس بالطماطم زيه زي البطاطس كده بالظبط، بس بجد بيكون تحفة وجميل قوي. تمام. النهارده انا جبت 3 كيلو قلقاس زي ما انتم شايفين. طيب لما بتيجي تجيب القلقاس مهم جدا ان انت تجيبي القلقاسه بتاعتك يكون لونها كده بينك، بتكون نتايه وما شاء الله بتستوي على طول وبتكون حلوه قوي. تمام. طيب جبنا القلقاس بتاعنا وقشرناه. هل بنغسله؟ لا طبعا القلقاس ما بيتغسلش تماما. طب ليه؟ لان فيه ماده لزجه بتلزق كده، طبعا كلنا اكيد عارفينها. لو انت غسلت القلقاس بتاعك المادة دي طبعا بتنزل، بكده بتكون فقدتي كمية كبيرة جدا من الغذاء اللي في القلقاس بتاعك. تمام. دايما كانت جدتي الله يرحمها كانت دايما تقولي على القلقاس لحمة الغلابة، على اساس ان فيه نسبة كبيرة جدا عالية من البروتين. سبحان الله فوائده زيه زي اللحمة بالظبط. تمام. خلاص احنا جبنا القلقاس وقشرناه. طيب هنعمل ايه بقى طالما احنا مش هنغسله؟ هنبتدي ان احنا نجيب فوطة مبلولة، وبعد كده نبتدي نمسح القلقاس بتاعنا واحدة واحدة بالراحة خالص لحد ما ننضفه ونخليه زي القشطة. تمام. وبعد كده بنبتدي بقى نحطه على قطاعة. صعب جدا طبعا ان احنا نقطع القلقاس على ايدينا. لازم مهم جدا ان انت تقطعيه على قطاعة عشان يطلع مظبوط وتمام قوي معاكي. تمام. هقطع معاكم برضو، انا قطعت الكمية كلها، سبت واحدة عشان اقطعها معاكم عشان حبايبي المبتدئات اللي ما بيعرفوش ازاي يقطعوا القلقاس. طيب معانا ايه كمان؟ معانا هنا ليمونتين كبار هعصرهم على الكمية القلقاس اللي عندي، يعني ليمونتين كبار كده كفاية قوي على ال3 كيلو قلقاس. طيب هنعصر الليمون ليه؟ عشان نحافظ على لون القلقاس بتاعنا ما يسودش وهو في الفريزر، ومهما يقعد بقى من السنة للسنة تطلعيه ما شاء الله تلاقيه لونه جميل وزي القشطة معاكي. تمام. طيب معانا ايه تاني؟ معانا السلق بتاعنا والكزبرة. جبناهم طبعا، اخدنا الورق بس اهو زي ما انتوا شايفين، ورمينا طبعا العيدان والسلق كمان اهو. تمام. مش عايزين ابدا غير الورق بس، والعيدان طبعا بنرميها. وهقول لكم كمان يعني انا شفت ناس بصراحة بتخزن القلقاس لوحده، وبعد كده وقت ما بتيجي تطبخه بتبتدي ان هي تجيب السلق والكزبرة.
لكن انت ممكن طبعا اكيد هتلاقي الكزبره موجوده، لكن القلقاس احيانا طول السنه يعني في وقت معين بيبقى صعب ان احنا نلاقيه. فمهم جدا ان احنا طالما فرزنا القلقاس نفرز معاه السلق بتاعنا. تمام. فان شاء الله هعمله معاكم النهارده بطريقه سهله قوي. يلا بينا نبتدي على طول. طيب دلوقتي انا جبت الفوطه عندي اللي انا كنت شغاله في يعني فيها بالقلقاس بتاعي، وببتدي ان انا انشفه. القلقاسيه بتاعتنا اهي، بنبتدي نقول بسم الله وننشفها كويس قوي كده من الميه لحد ما تبقى زي ما انتوا شايفين معايا. تمام. طيب حتى كمان السكينه بتاعتك مهم جدا ما يكونش فيها ولا نقطه ميه، مش عاوزه ميه خالص في القلقاس بتاعنا. تمام. نبتدي بقى ايه، ناخدها نصين كده. طبعا انا بعلم حبايبي المبتدئات اللي هم ما فرزوش القلقاس قبل كده اهو. وبعد كده بقى تبتدي، خلينا نشيل ده هنا كده، انا بس بوريكم علشان احيانا بتكون ناس مش بتعرف ازاي تقطع القلقاس. بتقطعيه طبعا الحجم اللي انت عاوزاه والسمك اللي انت عاوزاه. طبعا في واحده حبيبتي اسمها رودي سألتني على تفريز القلقاس، ووعدتها ان انا هنزل لها الفيديو بتاع تفريز القلقاس. تمام. خلينا مثلا نشيل دي هنا دلوقتي. زي ما انتوا شايفين اهو. مهم جدا ان انت تقطعي على حاجه، هيبقى صعب جدا تعمليه على ايديك اهو. تمام. بصوا اهو، متهيألي لحد كده سهل قوي والدنيا تمام. انا بس بوريكم علشان اللي ما جربش ان هو يعمل قبل كده يعرف ايه ان هو يعمل القلقاس يقطعه ازاي اهو. وتقطعيه بقى طبعا المكعبات اللي انت ايه عاوزاه، بس حاولي يعني تقطعيها ايه مكعبات متساويه، ما تكونش فيه مكعب كبير مكعب صغير. بصوا اهو، ايه رايكم؟ اكيد طبعا مش هقعد اعمل كله معاكم، بس انا قلت ايه اوريكم بس بيتقطع ازاي. تمام اهو. مهم جدا يكون كله تقطيعه واحده عشان ياخد معاكي سوا واحد. خلاص تمام. فل قوي كده. متهيألي الدنيا سهله قوي ومفيش اي مشاكل. طيب اللي عليه الدور معانا ايه، هكمل طبعا بقيه الكميه دي الاول وارجع لكم. دلوقتي بقى رجعت لكم تاني. طبعا انا جبت عندي كده طبق اكبر علشان اقدر ان انا اعصر الليمون بتاعي واقلب القلقاس بتاعتي براحتي. القلقاس بتاعي عفوا اهو. طيب معانا بقى الليمون، لازم طبعا تكون حاجه واسعه كده. تبتدي بقى تعصري الليمون بتاعك كله، وبعد كده طبعا هنديله تقليبه. مهمة جدا عصرة الليمون. في ناس على فكرة مش بتحطها عادي، بس يعني لو انت حابة توصلي لنتيجة احسن واضمن. ابتدي بقى اقول بسم الله واقلب من فوق لتحت عشان القلقاس بتاعك كله الليمون يجي عليه. بكده تقدري بقى تحتفظي بيه من السنة للسنة، ما شاء الله يفضل معاكي زي الفل، ولا لونه يسود ولا يغير ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم كمان الليمونه دي بتفتح لونه. ومهم قوي يا جماعه لما نيجي نفرز اي حاجه، سواء بسله سواء قلقاس سواء سبانخ اي حاجه، مهم جدا ان انت تعمليها وهي طازه. ابدا ما تركنيهاش عندك لحد مثلا ما لونها يغير او طعمها يغير او ريحتها تغير. تمام. طيب كده مرحله القلقاس بتاعتنا تمام. طيب اللي عليه الدور ايه، السلق والكزبره اللي عندنا. طبعا في حاجه هوريها لكم برضو معايا هنا. السلق والكزبره حاطه تحتيهم طبق زي ما انتم شايفين، صفت الميه تمام اهي كلها. مهمه جدا علشان عاوزه السلق والكزبره اللي عندي ما يكونش فيهم ميه خالص.
وهنروح نحط طاسة على النار وهقول لكم هنعمل ايه. لكن طبعا قبل ما نعمل الخطوة دي هنبتدي ان احنا ناخد السلق والكزبرة اللي عندنا نضربهم بس ضربة كده في الكبة او في الخلاط مع شوية مية صغيرين، وبعد كده نروح على البوتاجاز عندنا. هنا جبت شفشق الخلاط بتاعي، ابتدي بقى اقول بسم الله. طبعا انا جبت شفشق الخلاط مش الكبة لان الكمية اللي معايا كبيرة. في ناس بتكتفي بس بتفريز القلقاس زي ما قلت لكم، بس انا حبيت اعمل معاكم كله علشان اللي حابب يفرز ده مع ده يكون عنده ايه الطريقة سهلة وواضحة جدا. تمام. خلاص تمام كده. طيب هنحط ايه كمان؟ هنحط طبعا كوباية مية او يعني ايه مش كلها، خلينا الاول ننزل ايه بنص الكوباية كده لحد ايه ما الخلاط بتاعنا. بسم الله كفاية نص اهو، عشان مش عاوزة السلق بتاعي والكزبرة يكون فيهم مية كتير. هضربهم وارجع لكم، استنوني. دلوقتي بقى رجعت لكم تاني بعد خلاص ما ضربت السلق والكزبرة عندي في الشفشق الخلاط. بسم الله ابتدي بقى انزل بيهم. انا عن نفسي بعشق بجد القلقاس بالسلق. في ناس مش بتحب القلقاس اصلا، بجد مش عارفة يعني فايتكم حاجات كتير بصراحة. وفي ناس بتحب تعمله بالطماطم او بالقوطة. طيب هنعمل ايه؟ هناخده ونروح على البوتاجاز، يلا بينا. خلاص حطيت هنا الطاسة بتاعتي اللي فيها السلق على الكزبرة على النار، معلية النار عليه مدة بس ايه 15 دقايق كده. عاوزة انشف منه المية على قد ما اقدر. تمام. وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. دلوقتي طبعا رجعت لكم تاني بعد ما سبت السلق بقى والكزبرة عندي على النار لحد ما ايه بدأوا ان هم يشربوا المية اللي فيهم. تمام. ما شاء الله لونهم اخضر خالص وجميل. احنا كده يا جماعة ما بنحمرش السلق ولا الكزبرة لسه. في ناس في المرحلة دي على فكرة بتعمل السلق مع الكزبرة مع التومة، يعني في ناس كمان بتنزل بالتومة في المرحلة دي، لكن انا بصراحة ما بفضلش. طيب اللي عليه الدور هنا ايه؟ هنزل بمعلقة سمنة بقى اي نوع كده عندك. بسم الله، بس معلقة كبيرة بقى. تمام. انا كده اديت للسلق والكزبرة اللي عندي تشويحة مع معلقة سمنة صغيرة. تمام. طيب بعد كده بقى هنبتدي ان احنا نطفي عليه ونسيبه بقى لحد ما يهدى ويبرد خالص علشان نقدر ان احنا نعبيه في الاكياس. هو كده جاهز معانا اهو القلقاس والكزبرة بتاعتنا. زي ما قلت لكم في ناس في المرحلة دي بتحب تنزل بتومة او بشوية توم مفروم. انا بصراحة ما حبيتش، لان طبعا كلكم عارفين ان السلق بتاعنا ده لما نيجي بقى ان شاء الله نطلعه من الفريزر في الاكياس اللي احنا خزناه فيها او فرزناه فيها، بتبتدي بقى تاخديه عادي خالص وتحمريه في شويه زيت كده او في معلقه سمنه مع فصين الثوم بتوعك، وبعد كده بتبتدي تنزلي بيه على القلقاس. بس طبعا قبل ما بتعملي كده بتعصريه وبتاخدي الميه الخضراء بتاعته زي ما احنا متعودين. تمام. دلوقتي بقى سيبه يهدى خالص ويبرد ونبتدي ان احنا نعبي القلقاس بتاعنا والسلق. استنوا. زي ما انتوا شايفين معايا جبت اطباق اللي هي الفل دي، بحب ان انا افرز فيها حاجتي على اساس الطبق يطلع فيه الكمية على قد الطبخة عندي على طول اهو. طبعا لو مش بتحبيه او مش متوفر عندك تقدري ان انت تجيبي الاكياس التلاجة وتعبي فيها عادي خالص. وطبعا معانا بكرة الاسترتش وهنبتدي ان احنا نلف الاطباق اللي عندنا. لسه طبعا السلق مستنياه يهدى ويبرد، مش هينفع اعبيه خالص الا لما يبتدي ان هو يبرد معايا. تمام. ودلوقتي رجعت لكم تاني بعد خلاص ما عبيت بقى القلقاس بتاعي كده في الاطباق وغلفته كويس بالاسترتش. مهم جدا ان انت تطلعي اي هواء سواء في الاكياس او في الاطباق
اللي انتي غلفتي فيها الخضار بتاعك. ايه رأيكم بقى؟ بسم الله ما شاء الله. يجي بقى علينا رمضان، يجي ضيف، يجي اي حاجة، نبتدي نسحب الطبق بتاعنا ونطبخ على طول. معانا كمان السلق والكزبرة، عبيتهم اهو في طبق برضه وغلفتهم كويس بالاسترتش، وممكن طبعا تحطيهم في اكياس لو بتحبي. بتمنى بجد باذن الله تجربوا تفريز القلقاس على طريقتي، وكمان تفريز السلق والكزبره. وما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم في التعليقات، واللي حابب ان انا اعمل له اي حاجه يا جماعه يقدر ان هو يقول لي في التعليقات، وباذن الله مش هتاخر عليه وهعملها له. وما تنسيش بقى اللايك لو الفيديو بتاعنا عجبك، وما تنسيش الاشتراك في القناه علشان يوصلك مني كل جديد. لسه باذن الله هرجع لكم تاني بتفريز السبانخ والكرنب، وهنخزن مع بعض بإذن الله الفواكه وعصير البرتقال زي ما اتفقنا. لسه بإذن الله هنعمل حاجات حلوة كتير. كنت معاكم سمر من قناة منوعات ووصفات مع أم تسنيم، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.